الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. ضمن دروس خير الزاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، تعرفنا وإياكم على أن المطر والغيث هو نعمة من الله جل وعلا، وأنه مفتاح من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وأن هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر. فلو حمدنا الله جل وعلا وشكرناه ليلا ونهارا سرا وجهارا ما أدينا شكر نعمة من نعم الله جل وعلا وآلائه علينا. ومن أعظم وأجل هذه النعم نعمة الغيث والمطر والرحمة، يسقي الله بها البلاد والعباد، ينبت الأرض بعد موتها ويحييها بعد موتها. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تأخر المطر؟ وما هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء المطر؟ وما هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا زاد المطر عن حده؟ في هذه الليلة نتعرف إياكم على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تأخر المطر عن وقته. معلوم يا إخواني أنه يحصل أحيانا جدب وقحط شهور، ويتأخر المطر عن موعده حتى تتشقق الأرض، بل حتى ربما تموت البهائم، يعطش الناس. فما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ لأنه كما تعلمنا وإياكم أن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هدي محمد عليه الصلاة والسلام الخير والبركة والرزق الوفير. كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشعر الناس أن هذا الذي أصابهم إنما هو ابتلاء من الله لهم، أن يراجعوا أنفسهم، أن يعودوا إلى الله، أن يتوبوا، أن يستغفروا. قال الله على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن من أسباب تأخر المطر عن موعده الضعف في الاستقامة، الضعف في تقوى الله وفي الإيمان بالله، قلة المستغفرين. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نزلت مصيبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. تحتاجون أن يأتي الخير والغيث والمطر، إذن نتوب إلى الله، نستغفر، نحسن إيماننا، نقوي علاقتنا بربنا سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج ويصلي صلاة الاستسقاء، يخرج إلى العراء، إلى الصحراء، إلى الوادي، ويصلي ركعتين يجهر بهما كما يصلي العيد. يقرأ في الأولى ويكبر 7 تكبيرات، ويقرأ في الثانية ويكبر 5 تكبيرات، ثم يخطب بعد أن يصلي هاتين الركعتين، ويحث الناس على التوبة والاستغفار والعودة إلى الله. ويسن أيضا للإنسان أن يغير من حاله، فيمشي إلى الصلاة منكسرا ذليلا متواضعا، ثياب رثة، يحول من ثيابه، لا بأس أن يأخذ الكوت ويلبس الكوت بالقلب أو نحو ذلك، كناية كما قال أهل العلم على تغيير الحال من حال القحط والشدة إلى حال الخير والمطر والغيث والرحمة. هذا هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخرج الناس إلى الصلاة منكسرين ذليلين، ينظر الله إليهم فيرحمهم فيسقيهم. كذلك أيضا يخطب الناس ويدعو الله. كان من هديه أن يدعو الله. بعض الناس يقول: أيش السبب؟ ليش المطر تأخر؟ نحن هم السبب. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن نحن ذنوبنا هي السبب في تأخير هذا المطر. منع الزكاة هو السبب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا إيش؟ إلا منع القطر من السماء. حديث صحيح صريح.
ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. دليل أن القطر قد منع من السماء دليل أن هناك من يمنع زكاة ماله ولا يخرجها على الشكل المطلوب، أو يحتال، يمكن يحتال فيخرج البعض، أو تحتال على من؟ على رب العالمين. إذن برئ ذمتك وعد إلى ربك، وأكثر من التوبة والاستغفار والعودة إلى الله، لأنه كما سمعت ما نزلت مصيبة إلا بذنب. هذه مصيبة، تموت الأنعام والبهائم، هذه مصيبة بسبب ذنوبنا. نحتاج إلى عودة إلى الله، عودة صادقة، عند ذلك يرفع الله ما بنا ويغيثنا ربنا سبحانه جل في علاه. حتى البهائم تتضرر. ذات مرة زرت إحدى القرى ورأيت نبات صغير، فسألتهم قالوا أصلا المطر تأخر عن موعده، ثم جاء مطر قليل فنبت هذا النبات الصغير الذي لم يستطع أن ينمو حتى تظهر الثمرة ويطلع الحب فيه. قلت طيب هذا النبات لمن؟ قال هذا النبات نخليه للأنعام، نخليه للغنم والبقر. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني مطروا الآن، لماذا مطروا؟ للبهائم. هذا المطر اللي جاء نبات صغير لا يصلح إلا للبهائم. سبحان الله. إذن علينا بالعودة إلى الله والاستغفار والتوبة والخروج إلى صلاة الاستسقاء والإكثار من الدعاء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في منبره، فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال، أمسكت الأرض ماءها، أجدبت الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام من على منبره دعا الله ورفع يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، ودعا الله اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله وندعوه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا غدقا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هكذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اسقي بلدك وبهائمك وعبادك الصالحين. هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ كيف نخاطب رب العالمين؟ كيف ننكسر بين يديه؟ كيف نستغيث؟ كيف نعود إليه؟ إذن فنقدم إذا ما أردنا أن يأتينا الخير والمطر النافع، نقدم بين يدي ذلك توبة، استغفار، عودة إلى الله، انكسار بين يديه، نصلي صلاة الاستسقاء، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة ثابتة. أيضا نكثر من الدعاء، وأفضل الدعاء ادعو بما شئت في طلب الغيث، لكن أفضل ذلك أن تدعو بما دعا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دعاءه خير الدعاء وأبرك الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لكل من حضر معنا ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، يسر أمورنا، فرج كروبنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.